انه تم التعدي من قبل شخص اخر على احدى الفتيات الموجودين معه في السيارة، وقام بمغازلة هذه الفتاة وقام بالتحرش بها لفظيا، ووصل الامر الى ان قام بشد او بجذب الحجاب الذي كانت ترتديه هذه الفتاة. في هذه الآونة كان يستقل مع الفتيات احد السيدات وتدعى ام سماح. السيدة ام سماح دي طبعا اعترضت الامر واعترضت الولد الذي يقوم بالتعدي على الفتاة بهذه الشاكلة او اي مكان، واعترضت على الامر وقالت له ابعد بعيد عن العربية، مالكش فيه، اقفلي يا بنت الازاز، وقفلت بالفعل الازاز. الامر لم يلاقي قبولا لدى هذا الشاب، فقام جن جنونه وقام بالتعدي على من تدعى ام سماح هذه السيدة، وقام بصفعها ايضا بالقلم على وجهها. اذا لم يكتفي الامر على حد قيام الشخصان المتواجدان خارج السيارة الذي قام بمغازلة الفتاة والتحرش بها، بل وصل الأمر إلى أن قاموا بالتعدي على السيدة التي كانت برفقة السيارة أو كانت تستقل أيضا السيارة، وهي السيدة أم سماح على حسب ما قيل لي. وبعد كده طبعا السواق في هذه الآونة حب يفك هذا الاشتباه، نزل بدافع الشهامة والرجولة